السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنفرز مع بعض السبانخ بطريقه بسيطه وسهله وسريعه جدا كمان. بس تابعوا الفيديو الاخر وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. الاول هقول لكم ازاي بنشتري السبانخ البلدي. بتكون قصيره والراس بتاعتها بتكون لونها احمر غامق. هي دي السبانخ البلدي وبيكون طعمها حلو قوي، ولازم تكون طازه مش دبلانه. هنسمي الله، واول خطوه هعملها قبل ما اغسل السبانخ هبدا اشيل الورق الاصفر اللي في السبانخ الاول، وهقطع الراس الناشفه اللي فوق. وبعد كده هاخد السبانخ تحت الحنفيه اشطفها كويس جدا من التراب، وبعدين هجيب طبق كبير مليان ميه وهضيف عليه معلقه كبيره خل، وهنقع فيه السبانخ لمده 10 دقايق. وبعد كده هشطف السبانخ تاني تحت الحنفيه علشان السبانخ بيكون فيها رمله، فلازم نشطفها كويس جدا من الرمله اللي فيها. تمام. وبعد ما غسلت السبانخ كويس جدا واتاكدت ان هي مبقاش فيها رمله، هحطها في مصفى وهسيبها لحد ما تصفي ميتها تماما، ما يكونش فيها ولا نقطه ميه. خلاص انا غسلت السبانخ وصفيتها. هتعامل معاها زي ما بتعامل مع خضره المحشي بالظبط. هاخد شويه من السبانخ وهبدا اقطع الجزء الناشف اللي فوق، وهخرطها زي ما بخرط خضره المحشي بالظبط. طيب بنستخدم السبانخ ازاي بعد ما بنفرزها؟ السبانخ بنطلعها من الفريزر وهي متجمده، وبننزلها في الصلصه على طول، ما بنسيبهاش لحد ما تفك علشان ما تنزلش ميتها. السبانخ من الحاجات السهله جدا جدا في تفريزها، يعني زي ما انتوا شفتوا معانا كده غسلناها وصفيناها وبعد كده بنخرطها، ما بتاخدش معانا وقت خالص. الحاجات اللي بنفرزها بتوفر معانا في الوقت، واحيانا كتير بتكون منقذة. فاي حاجة ينفع نفرزها يا ريت نفرزها، هتفرق معانا كتير. في كيس تلاجة عادي اهو هبدأ اعبي السبانخ. السبانخ من الحاجات المفيدة جدا جدا لينا ولأولادنا، علشان كلنا عارفين السبانخ فيها حديد. فطبعا السبانخ مش موجودة غير في فصل الشتاء بس، فنحاول نفرز لنا كام أكلة كده علشان تكون موجودة معانا في الصيف كمان. تمام. حلو قوي كده. هضغط على الكيس علشان اخرج كل الهواء اللي فيه، وهربط الكيس من فوق خالص. تمام. وهضغط على السبانخ علشان افردها جوه الكيس، وبكده تكون السبانخ جاهزه معانا. هندخلها الفريزر على طول. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو لسه مشتركتوش في القناه اتمنى تنوريني وتشتركوا في قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.